حمدا لمنزل الدنا والداء ومنزل الشفاء والدواء. حمدا لمنزل الدنا والداء ومنزل الشفاء والدواء. حمدا لمنزل الدنا والداء ومنزل الشفاء والدواء. من أمر العباد بدعاء ليفوى بيان البلاء ثم على من ثم استدامر يا رب لابد وفاز بالغرض. محمد طبيبنا الحكيم أزكى سلام ربنا الكريم والآل والصحب ذوي العلاء ما احتاج ذو الأسقام للشفاء. هذا وإن يوم ذو أوجاع مبتغيا عون المجيب داعي واستكي إلي ما من الضرر قد مسني حتى أراني مهتدر. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا ربنا ارفع ضرنا بجاه خير العالمين الأكرم ثم بيمن رمضان العظيم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا بر يا كريم يا حظيم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا بر يا كريم يا حظيم. اغفر ذنوبنا تقبل منا واحمي معنا وتجاوز عنا وهلل يا ربنا خير النعم مكان ما نخاف من شر النقم. وهب لنا الآداب والمزايا وكفنا الآفات والرزايا. وهب لنا الحرص على الطاعات وكفنا الكسل في الأوقات. يا بر يا لطيف يا معافي يا من له أمر الورى يا شافي. يا بر يا لطيف يا معافي يا من له أمر الورى يا شافي. أنزل شفاك مكان داء ولا تعاملنا بالابتلاء. وأنزل النفع مكان الضر وأنزل الخير مكان الشر. وأنزل العلم مكان الجهل وأنزل الجود مكان البخل. وأنزل الغنى مكان الفقر وأنزل شكر مكان الكفر. وسي جميع المسلمين عاجلا ثم قهم خوفا ومنا عاجلا ونجهم وعافهم والطف بهم ولا تؤاخذهم بكسر ذنبهم. فإنهم وإن عصوك يا أحد لغفلة لم يشركوا بك أحد. وإنهم أبدانهم لا تقدروا على بلائك لذنوب يصدروا. قلوبهم ليست تميل أبدا إلى سواك هنا ثم غدا لكنما تلذذ الجوارح أفداهم لأقبح القبائح. فلا تواخذهم بما لا ينقذك ولهم هب الذي لا ينفعك. يا الله يا مقلب القلوب قلب قلوبنا عن الهياب. يا
يا الله يا مقلب القلوب قلب قلوبنا يا وأقرنا بكل مسلم ونجنا من شر كل مجرم واجعل جميع المسلمين ترا لنا خلاء فنفع ضرا واجعل جميع المؤمنين في الهدى والمؤمنات ثم فيهم غدا واجعل جميع المسلمين في ارتقاء والمسلمات بازديادهم تقى واجعل جميع العلماء عاملين واجعل جميع العاملين مخلصين واجعل جميع المخلصين زاهدين واجعل جميع الزاهدين ناسهين واجعل جميع الناسين صادقين واجعل جميع الصادقين فائزين وأغرنا يا ربنا بالخدمة للمسلمين أبدا والرحمة واجعل لهم فينا هدى وخيرا وكفهم منا أذى وضيرا وأغرنا بحبهم لوجهك وأخرهم بحبنا فنسلكا واجعل جميع إخوتي ونسبي في رحمة يوم السداد نسبي واجعل لنا هنا وهنا ذا غبتة تفضلا فنهذا وهب لنا مكارم الأخلاق ما تاب بلا شقاق وهب لنا مكارم الأخلاق ما تهاب بلا شقاق واجعل فخيرنا يوقر الكبير واجعل كبيرنا يعين للصغير واجعل قلوبنا على التوادد بلا تنازع ولا تاسد ولا تخاصم ولا تدابر ولا تباغض ولا تنافر حتى نسير مسلمين خاشعين ومؤمنين مخلصين صالحين واغفر لنا وعافنا بعافية تكون في الدارين خير عافية واحمي وكفنا عملنا ونجي كل مسلم ومسلمة وأولنا يا ربنا حسن الختام عند الممات وغدا يوم القيام بجاه خير من شفى الأمراض ووهب المرغوب والأغراض محمد طبيبنا الحمام المبرئ الأمراض والأسقام محمد طبيبنا الهمام المبرئ الأمراض والأسقام وسلم عليه ثم سلما وآلي ما ثياب الكرماء ما أفلح المغول بالدعاء ووفي المريض باستشفائه وللناظم أيضا زاده الله شفاء وفيدا يا من يروم دفع كل داء فلا تفارق من لبى الشفاء ودم عليه في المساء والصباح وأخلص أن تنال شفاء وفلاح بإذن ربنا وجاه المصطفى صلى عليه ربنا كما اصطفى بإذن ربنا وجاه المصطفى صلى عليه ربنا كما اصطفى بإذن ربنا وجاه المصطفى صلى عليه ربنا كما اصطفى